من الأخير. نعم. من الأخير. طيب. آخر شيء. طيب. دعا كثير من المصلحين إلى التحاكم إلى شرع الله فيما جرى من فتنة. جميل. أيوة صح. فكل الكتائب التي اصطدمت مع داعش والتي لم تصطدم مع داعش أعلنت الموافقة، وعلى رأسهم الجبهة الإسلامية، جيش المجاهدين، البقية كلهم ولا أعلم كتيب إلا أعلن الموافقة. لاحظ حرصهم على الدم ولا يريدون. إلا أن داعش قبل ساعة من انتهاء المهلة قال: قبل أن تدعونني إلى تحكيم الشريعة أول احكموا على الحكومة السورية السعودية والتركية والقطرية والأردنية. أول احكموا عليهم وبعدين تحكموا وبعدين نتحاكم. هم بس نسوا حاجة داعش، فالله فضحهم اليوم. وأنا أرى أن على الدعاة الذين وقفوا مع داعش فترة من الزمن عفى الله عنهم أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. لماذا ذكروا الدول التي وقفت مع الشعب السوري ولم يذكروا الدول التي دخلت قوتها لذبح الشعب السوري؟ لاحظ، لماذا ما ذكروا أنه نتبرأ من إيران ومن الغزو المجوسي ومن حزب الشيطان ومن الحوثيين ومن أبو العباس الفضل الكتائب والعراق؟ ليه؟ همهم، لاحظ، الدول التي وقفت مع الشعب السوري. هذه الحقيقة فضيحة ما بعد فضيحة. ثم أنا سأحاسبهم على عقيدتهم. هم إذا دعوا إلى ليش كفروا حكامنا؟ لأنهم دعوا إلى الشريعة كما زعموا فكفروا. أقول لهم أنا إنما كان قول المؤمنين. أنا ما أقول لداعش لأنه لن تسمعنا، وسيخرج فيلم وثائقي. وأنا قلت لكم نحن لنا 5 أشهر مخترقين داعش، وتسمعون أصواتهم وستسمعون تصريحاتهم وستسمعون كيف اعترف بعضهم بتسليم بعض قادة الجيش الحر للنظام. من آخرته الرقة من أول مدينة تحررت بالكامل لم يستطع النظام أن يخترقها ساعة من ليل أو نهار. اليوم قناة المنار يا فطنة تبث من الرقة التي تحتلها داعش. 3 من آخرته، ما بدنا من أولها. شو صار؟ سئل وزير الخارجية السوري والثاني المقداد ورئيس الوفد اللي معه: لماذا لا تقصفون داعش وهذه إحداثيات مراكزها؟ نعم صحيح، أنا سمعتها. ولم يجب حرفا واحدا. لو كان هو بس على الأقل إعلامي يقول كيف لا، يعني كان يكذب. لكن ما التقت داعش يا أخوان، سأعرض بالصوت والصورة مع الجيش الحر إلا خرج النظام وقصف الجيش الحر. سيأتي بالأدلة القطعية.